السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض ابسط والذ قرص فلاحي باسهل خطوات وابسط مقادير، وهنسويها مع بعض في فرن البوتاجاز، وهقولك ازاي تطلع معاكي باللون والجمال اللي انتوا شايفينه ده. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. اول حاجة هنبتدي بيها هو تجهيز الحليب او اللبن اللي هنعمل بيه القرص. هنعمل النهاردة 2 كيلو من الدقيق، هياخدوا معايا كيلو من الحليب، وعليهم كوباية من السمنة وكوباية من الزيت. السمنة ممكن تستخدمي سمنة بلدي أو سمنة عادية على سمنة بلدي أو سمنة عادية بس. وده كده معايا 2 كيلو من الدقيق منخولين، ودقيق متعدد الاستخدام. هبدأ بقى كده أنزل على الدقيق بأربع معالق كبار من السكر، ورشة من الملح، وكيس من الخميرة الفورية، وشمر وينسون أنا محمصاه وطحناه. هبدأ بقى كده أقلب المواد الجافة دي كده كلها مع بعض، وهاخد البولة وهنزل في الأرض علشان أنا عاوزة أتحكم في